مسلسل ناركوس يستعرض بدقة حياة بابلو إسكوبار، أحد أبرز تجار المخدرات في التاريخ. يبدأ العرض في أوائل الثمانينات ويستمر حتى أوائل التسعينات، موضحاً صعوده وسقوطه في عالم تجارة الكوكايين. الباب الأول من المسلسل يركز على بداية نشاط إسكوبار في تجارة المخدرات، وكيف بدأ حياته كأحد المجرمين الصغار قبل أن يصبح زعيم كارتل ميديلين الذي سيطر على جزء كبير من تجارة الكوكايين العالمية. في الموسم الأول يظهر المسلسل كيف قام إسكوبار ببناء إمبراطورية المخدرات الخاصة به، بدءا من تهريب الكوكايين من كولومبيا إلى الولايات المتحدة. يبرز المسلسل كيفية استغلال إسكوبار للفساد السياسي في كولومبيا، حيث كان يستخدم أمواله لشراء النفوذ وحماية شبكته من السلطات. كما يعرض كيف قام بإنشاء مشاريع خيرية وبنية تحتية في الأحياء الفقيرة من بوغوتا وكالي، مما ساهم في كسب دعم بعض الأوساط الاجتماعية رغم تصاعد عنف النزاع. تتصاعد الأحداث في الموسم الأول مع بدء تصدي الحكومين الكولومبية وإدارة مكافحين لمخدرات الأمريكيت لمحاولات إسكوبار لتوسيع إمبراطوريته. يظهر المسلسل التوترات بين السلطات المحلية ودور الوكالة الأمريكية في هذا الصراع، مما يعكس الصراع بين الحكومة الكولومبية وعصابات المخدرات. توضح هذه الأحداث كيفية تعاون وكالات الأمن بين الدولتين لمحاولة مواجهة التهديد الكبير الذي يمثله إسكوبار. مع انتقال المسلسل إلى الموسم الثاني، يبرز المسلسل الضغوط المتزايدة على إسكوبار ومحاولات القبض عليه. يركز الموسم على الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الكولومبية ضد كارتل ميديلين، والتي شملت سلسلة من العمليات العسكرية والشرطية الكبرى. يعرض المسلسل محاولات إسكوبار للهرب من قبضة السلطات، بما في ذلك تحركاته المستمرة لتفادي الاعتقال وتكتيكاته للتخفي، مثل الانتقال من مكان إلى آخر وبناء مواقع سرية. كما يتناول المسلسل التوترات الداخلية في حياة إسكوبار للشخصية، بما في ذلك علاقتها مع أسرتها وكيف أن نشاطاتها الإجرامية أثرت على أفراد عائلته. يعرض المسلسل أيضاً التهديدات التي تعرضت لها عائلته وتورطهم في محاولة إدارة شؤون الكارتل بعد انخفاض نشاط إسكوبار. الموسم الثالث من المسلسل يتناول فترة ما بعد سقوط إسكوبار، حيث يركز على الصراعات التي اندلعت بين الكراتيلات الأخرى بعد انهيار كراتيل ميديلين. يبرز أيضاً كيف حاولت الوكالات المختلفة ملء الفراغ الذي تركه إسكوبار، ويقدم عرضاً للتحديات التي واجهتها الحكومة الكولومبية في استعادة السيطرة على سوق المخدرات بعد زوال إسكوبار. المسلسل لا يقتصر فقط على سرد الأحداث التاريخية، بل يدمج بين الرواية والتفاصيل الدقيقة، مثل وصف العمليات العسكرية والأحداث الواقعية المتعلقة بالصراع، ليعطي صورة شاملة ومعمقة لحياة إسكوبار وتأثيرها على كولومبيا والعالم. ناركوس بدأ في أوائل الثمانينات ويغوص في تفاصيل صعود بابلو إسكوبار. يظهر الموسم الأول كيف قام إسكوبار بإنشاء كارتل ميديلين وتفاصيل تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة عبر طرق متعددة، بما في ذلك الطائرات والسفن. تكشف الحلقات الأولى كيف كان إسكوبار يشتري الحماية من المسؤولين الفاسدين، ويستثمر أمواله في بناء مشاريع خيرية في الأحياء الفقيرة، مثل بناء الملاعب والمدارس، مما أكسبه دعماً شعبياً مهماً. تعرض كيف تصاعد العنف في كولومبيا مع استخدام إسكوبار للعنف والتصفية الجسدية ضد منافسيه وضد أي شخص يهدد مصالحه. تبدأ السلطات في كولومبيا والولايات المتحدة في تفعيل جهودهم للتعامل مع إسكوبار. يظهر المسلسل كيفية تنسيق وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية مع الشرطة الكولومبية، مع التركيز على الجهود المشتركة لجمع المعلومات عن كارتل ميديلين. تعرض تفاصيل العمليات الاستقصائية، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وتتبع حركة الأموال، بالإضافة إلى العمل الميداني لجمع الأدلة. تتصاعد الأحداث مع تزايد الضغوط على إسكوبار، حيث يبدأ في مواجهة الهجمات من الجيش والشرطة، مما يجبره على تغيير تكتيكاته بشكل مستمر. مع تطور الأحداث في الموسم الثاني، يواصل المسلسل التركيز على تصاعد العنف بين كارتل ميديلين والحكومة. يفصل المسلسل كيف استهدفت السلطات المواقع التي كان إسكوبار يختبئ فيها،
مما أدى إلى زيادة حدة المواجهات المسلحة. تعرض الحلقات أيضاً عمليات التمويه التي كان يستخدمها إسكوبار، بما في ذلك بناء ملاجئ سرية وتغيير أماكنه بشكل متكرر. كما يظهر المسلسل التوترات الداخلية في كارتل ميديلين، حيث ظهرت خلافات بين أعضاء الكارتل حول كيفية التعامل مع الضغوط المتزايدة من السلطات. يفصل المسلسل أيضاً الهجمات الإرهابية التي شنها إسكوبار، مثل تفجير الطائرات والأنشطة الأخرى التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار لحكومة وإظهار القوة. تعرض الحلقات تفاصيل الصراعات النفسية والعاطفية التي عاشها إسكوبار، بما في ذلك ضغوط الحفاظ على عائلته في أمان وسط الفوضى والتوترات بينه وبين شركائه في الكارتل. مع انتقال المسلسل إلى الموسم الثالث، يركز على فترة ما بعد سقوط إسكوبر، حيث يتناول محاولة الكارتلة الأخرى ملء الفراغ الذي خلفها إسكوبر. يظهر المسلسل كيف بدأت جماعات إجرامية جديدة في الظهور، وكيف أن الحكومة الكولومبية والوكالات الأمريكية واصلت جهودها لمكافحة تجارة المخدرات التي تعززت بعد انهيار كارتل ميديلين. تفصل تفاصيل الصراعات الداخلية بين الكارتلات الجديدة، مثل كارتل كالي، والقتال من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات. يتناول المسلسل أيضاً تأثر أفراد عائلة إسكوبار بعد وفاته، بما في ذلك محاولاتهم للفرار من السلطة ومواجهتنا للتهديد. كما يبرز كيف تعاملت الشرطة والوكالات الأمنية مع التهديدات الجديدة التي نشأت بعد سقوط إسكوبار، ويركز على التحديات التي واجهتها السلطات في استعادة السيطرة على البلاد بعد فترة طويلة من الفوضى. المسلسل يقدم عرضاً دقيقاً وشاملاً لحياة إسكوبر وتداعيات صعودها وسقطه، ويعكس تأثيرها العميق على كولومبيا والعالم. ناراكوس تتناول تفاصيل حياة بيبلو إسكوبر بتعمق وتفصيل، حيث يعرض كيف بدأ كجندي صغير في عالم الجريمة، طور مهاراتها وأساليب عملها حتى أصبح زعيم كارتل ميديلين. يظهر المسلسل كيف بدأ إسكوبار نشاطه بتجارة المخدرات من خلال تهريب الكوكايين واستخدامه لشبكة واسعة من العملاء والموزعين لضمان وصول الكوكايين إلى الأسواق الأمريكية. ترتكب أحداث الموسم الأول وصفاً مفصلاً لطريقة عمل إسكوبر، بما في ذلك تفاصيل عمليات للتهريب عبر الطائرات والسفن، والتعاون مع موظفين فاسدين في الحكومة الكولومبية لضمان تمرير شحنات المخدرات. يسلط الضوء أيضاً على كيفية استغلال إسكوبار للنفوذ السياسي، حيث قام بتمويل الحملات الانتخابية لبعض السياسيين لشراء ولائهم، واستخدام هذه العلاقة لحماية عملياته من التحقيقات. يقدم المسلسل لمحة عن الحياة الاجتماعية في كولومبيا خلال فترة نشاط إسكوبر، حيث ظهر كيف كان إسكوبر يحاول كسب ولآل مجتمع مناخل لتمويل مشاريع تنموية، مثل بناء ملاعب كرة القدم والمراكز الثقافية، مما جعلها محبوباً من قبل بعض الفئة الاجتماعية رغم العنف الذي يحيط به. تعرض كيفية تأثير هذا التقدير الشعبي على جهود مكافحة المخدرات، حيث كان لبعض الناس مصلحة في بقاء إسكوبار في السلطة بسبب المكاسب الاقتصادية التي حققها. في الموسم الثاني، يفصل المسلسل أكثر في الصراعات بين كارتل ميديلين والحكومة الكولومبية. يعرض كيف بدأت الحكومة في شن هجمات منسقة على مواقع إسكوبار، بما في ذلك عمليات عسكرية كبرى واستخدام التكنولوجيا مثل الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات. يظهر المسلسل تصاعد حدة الصراع، مع تزايد الهجمات الإرهابية والتفجيرات التي نظمها إسكوبار في محاولة لزعزعة استقرار الحكومة وإظهار قدرته على تهديد الأوضاع الأمنية. تفاصيل الموسم الثاني تشمل الهجمات التي شنها إسكوبر على المنشآت الحكومية، مثل تفجير مباني للشرطة والمراكز العسكرية، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. يفصل المسلسل أيضاً كيفية تعامل إسكوبار مع التهديدات المتزايدة من سلطات القانون، بما في ذلك محاولاته للتحرك تحت الأرض واستخدام الأساليب السرية لتجنب الاعتقال. يعرض كيف قام بتغيير استراتيجياته باستمرار، والتكتيكات التي استخدمها في محاولة لإبقاء السلطات في حالة ارتباك. عندما ينتقل المسلسل إلى الموسم الثالث، يتناول فترة ما بعد سقوط إسكوبار ويركز على تأثير انهيار كارتل ميديلين على سوق المخدرات.
يظهر كيف نشأت كارتلات جديدة مثل كارتل كالي، وكيف تصاعدت الصراعات بين هذه الكارتلات الجديدة للسيطرة على طرق تهريب المخدرات وأسواق التوزيع. يبرز المسلسل التحديات الجديدة التي واجهتها الحكومة الكولومبية والوكالات الأمنية في محاولة السيطرة على الفوضى المتزايدة بعد زوال إسكوبار. يتناول المسلسل أيضاً التأثيرات النفسية والعاطفية على أفراد عائلة إسكوبار، بما في ذلك الصراعات التي واجهتها من خلال محاولتها للهرب وللنجاة. يعرض كيف حاولت الأسرة التكيف مع الحياة الجديدة، وتأثير ذلك على دينامياتها وعلاقاتها. يفصل كيف أن بعض أفراد الأسرة أصبحوا أهدافاً للتجسس والتهديدات من الكارتلات الأخرى التي سعت لتوسيع نطاق سيطرتها. يختتم المسلسل بعرض كيف أن جهود الحكومة والوكالات الأمنية لمكافحة تجارة المخدرات تواصلت حتى بعد سقوط إسكوبار، وكيف تطورت استراتيجيات مكافحتنا لمخدرات تتوافق مع التهديدات الجديدة في ظلال التغيرات التي طرأت على سوق المخدرات. يعطي المسلسل صورة شاملة ومعقدة للحالة الاجتماعية والسياسية في كولومبيا وتأثيرات تجارة المخدرات على مختلف جوانب الحياة.